يا ترى إيه هي أكتر أداة بنقدر نفهم بيها العالم حوالينا؟ طيارة؟ مركب؟ فضاء؟ لا، إجابة بسيطة، الخريطة. الخريطة، أيوة، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الخريطة وأهميتها وليه من غيرها ممكن نضيع. الخريطة بكل بساطة هي رسم مبسط ومصغر لسطح الأرض أو جزء منه، يعني أنا برسم سطح الأرض كله على خريطة أو جزء منه اللي أنا محتاجه على الخريطة، تصغير يعني بدل ما أجيب كوكب الأرض كله ونمشي بيه، لا، أنا هرسمه على خريطة، أصغره على خريطة وأمشي بالخريطة دي. نعمل بها رسم مصغر للأماكن، للاتجاهات، للمواقع وهكذا. يعني خريطة مش مجرد رسم، لا لا لا، ده لها مكونات وعناصر أساسية لازم تتوفر في كل خريطة. رقم واحد، العنوان. بقول لك الخريطة دي بتاعت إيه؟ يعني لما أكتب لك خريطة ما أكتبلكش تحتها عنوان الخريطة، أنت هتفهم منين ده خريطة إيه؟ لما أحط لك خريطة في مكان أنت ما أنتش عارفه وأسيب لك العنوان فاضي، أنت برضه ما فهمتش ده خريطة إيه، صح؟ رقم اتنين، المفتاح. المفتاح ده بيشير إلى الرموز والألوان، يعني مدلول الرموز والألوان. كل خريطة بيكون عليها رموز، مثلا مثلث وهكذا، الألوان زي البني زي الأخضر، تمام؟ فكل خريطة عليها ألوان وعليها رموز. لو ما عنديش مفتاح للخريطة، ما عنديش مفتاح، فأنا مش هعرف معنى الألوان ومعنى الرموز. مدلولها، مدلول الألوان والرموز اللي بيعرفوني مفتاح الخريطة. فخريطة من غير مفتاح خريطة مش خريطة. ثلاثة، وردة البوصلة. وردة البوصلة ده بتعرفني وبتحدد لي الاتجاهات، بتكون موجودة فوق كده في الخريطة، بتعرف لي الاتجاهات بقى، الشمال من الجنوب، من الشرق من الغرب وهكذا. وردة البوصلة بتعرفني وتحدد لي الاتجاهات فين؟ على الخريطة. رقم أربعة، مقياس الرسم. ومقياس الرسم ده هو اللي بيحدد المسافة على الحقيقة. ليه؟ لأن بيتكتب فيه الخريطة دي مصغرة بنسبة كام، فده أنا بمقياس الرسم أقدر أجيب المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. مقياس الرسم هو اللي بيحدد لي المسافات. طيب انا لو عوزت اصغر الخريطه اكتر من كده هستخدم مقياس الرسم، فانا محتاج مقياس الرسم. طب لو عوزت ان انا اكبر الخريطه فانا محتاج برضو مقياس الرسم. يبقى مقياس الرسم هو اللي بيعرفني النسبه والمسافه على الحقيقه وما يقابلها على الخريطه، واستخدمه برضو لو انا عاوز اكبر الخريطه او اصغر الخريطه.